9. تفضل عبد الحليم. عاد احنا رجع من اول طال عمرك. رجع الوقت من اول ما انقذ يلا اكل. جزاك الله خير. رجاء خلينا نحافظ بعد. الله يجزيك خير ابو محمد ويعطيك ان شاء الله الصحه والعافيه. عدم بعد التجني، عدم الكلام اللي مو بصحيح. خلينا يكون يعني لا ابو محمد شوف ما تجننا ولا قلنا كلام غير صحيح. ما تجننا الواحد يعني الواحد شوي. لا احنا نوافق من حقنا. شوف نقول الكلام اللي نشوفه عليه. الامور تؤخذ بهدوء بهدوء. رب كلمة قالت لصاحبها دعني. لا اله الا الله. يلا تفضل. ما غلطنا على حد واللي ما وجدت الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس ايها الاخوه، ان ما قامت به الشركه والذي الوزير المسؤول عنها شوهت سمعة البحرين، سمعتنا. خلي الأضرار الاقتصادية يمكن تعوض. سمعة البحرين ايش يعوضها؟ الوزير في البداية ضل الرأي العام وقال يا جماعة كل شيء طبيعي، ثم بعد ذلك في إجابته قال والله فصلنا ناس. هذه أكبر إدانة له. كيف يظل الرأي العام يقول كل شيء ماشي صح ثم بعد ذلك يقوم بالفصل؟ أنا سأذكر معالي الرئيس أيها الأخوة، أحاول ما أكرر ما يدين الوزير وإدارة الشركة من خلال كلامهم، من خلال أجوبتهم. ما هي الأدوات القانونية التي اتخذتها الإدارة ضد الإضراب؟ من تاريخ 19 فبراير عندما أخبرت إدارة النقابة الشركة شفهيا أن احنا بنضرب، يات الله يسلمك عقب شهر في 14 مارس قالت، اسمعوا الكلام يا اخوان، شوف البيان الهش اللين المايع: نود ان نؤكد لموظفينا مرة اخرى انه في ظل الظروف الراهنة فاننا نراقب الوضع عن كثب. مشكور سعادة الوزير. واضعين رفاهية وسلامية العاملين نصب اعيننا، كما نود ان نؤكد على انه في حالة شعور اي عامل بعدم الامان عند الخروج من عمله فيبعث عليه تغليب السلامة. هذه تشجيع واضح على الإضراب. الشركة أفادت بأن النقابة قامت بإبلاغ الإدارة شفهيا عن الإضراب في 19 فبراير. من 19 فبراير إلى 14 مارس لم تتخذ الشركة أي إجراءات، وردت رد يا ريتها ما ردت، تقول والله من خلال اجتماعات أسبوعية دورية خبرنا بعض المدراء إن يراقبون الوضع. البحرين تتعرض لهذه الكارثة يا سعادة الوزير، وانت تقول لي والله اسبوعيا اجتمعنا ووجهنا بعض المدراء. ليش ما اجتمعت بالنقابة؟ ليش ما طبقت عليهم القانون واحلتم الى النيابة؟ متى هذه؟ لذر الرماد بالعيون. بعدما شكلت اللجنة وحاسبت الوزير وكان في ضغط من الرأي العام، بعدين تعذر الوزير مشكورا بأن والله أحلنا كذا من أعضاء النقابة إلى النيابة العامة. يقول الوزير: تم اتخاذ عدة خطوات إدارية تتلخص في قيام الإدارة التنفيذية بإشعار جميع العاملين عن طريق الاجتماعات الأسبوعية. معالي الرئيس، إن إدارة الشركة كان بالإمكان أن تفشل هذا الإضراب. لو فعلا يابت العمال وقالت لهم بطبق عليكم قانون النقابات وقانون العقوبات، كان كثير من العمال لم يجرؤ ليفعل ذلك. أعلمكم أيها الأخوة، كثير من العمال موظف في الشركة عن طريق مسؤول القسم، لأن في طائفية. لو كان قال له داوم كان بيداوم. سعادة الوزير، شوهتم سمعة البحرين. بعد كل هذه الجرائم في حق الوطن يمارس الوزير وإدارة شركة سياسة التضليل. وجهنا سؤال: عدد الموظفين الذين تركوا مواقع العمل قبل انتهاء الدوام؟ الجواب: لم نواجه أي موقف قام فيه المشغلون ترك أماكنهم مبكرا. في 13 مارس تلقى الموظفين رسالة عبر الSMS وتوجهوا بأعداد كبيرة إلى الدوار لعلمك، وجوابك يقول ما في ولا واحد. هذه أكبر إدانة لك. تم ترك غرف التحكم. هاي غرف التحكم يا أبو محمد، أنت الخبير بعد، ما حد يتركها. غرفة التحكم ما حد يتركها، صارت خالية. عار يا وزير، عار في حقك ان غرف التحكم خالية.
يا شيخ سوت وجه البحرين، هذا لا يوجد من يسود وجه البحرين. طيب اللي يسود وجه البحرين شوفت شلون الحين الوقت قاعد يروح علي ترى. بس ما يصير هالكلام، هذه تنشال هالحكي. ما عليه بعد عطني وقت هلا زيادة. انا اقول لكم هلا يعني ننتقي الكلمات الذربه. انا قلت شوحت سمعت البحرين. البحرين اكبر من ذلك، لا وزير ولا غير وزير يجرى يسوي هالكلام ذي، واللي بيسويه بيحاسب، لكن ما نقول. طيب معالي الوزير، انا طالب وقت اضافي، انا ضاع علي الوقت. مارست الشركه للاسف واستخدمت الورقه الطائفيه. بذكركم امثله. خلال زيارتنا للشركه انفجروا الموظفين المظلومين الشرفاء بالسياسه الطائفيه التي تنتهجها الشركه منذ سنوات في التعيينات والترقيات، حتى الاجازات الطبيه يمنعونها عليهم. قناة العالم كانت تبث في عيادة المصفاة 24 ساعة. اتصلت أنا في مكتب فيصل المحروس وقلت لهم سكروها، واتصلوا لي بعد يوم يتأسفون، قالوا لي لن تتكرر هذه الكارثة وتقدرون ترجعون له. اعترفت اللجنة خلال لقائنا معاها، اعترفت الشركة خلال لقائنا معنا بالمجلس 11/4 بأن اللغة الفارسية هي اللغة السائدة في كثير من أقسام وإدارات الشركة. اعترف الشركة أيضا بوجود شعارات لقيادات خارجية على اللوكرات خزانات الموظفين وأبوابها، اعترفوا خلال لقائهم معنا. موظفين لما زرنا الشركة موظفين اختبأوا في دورات المياه، ومسؤولين هربوا طق سلف وشرد. محمد مرادي هو المسؤول عن الفساد، ما قدرنا نشوفه لا في اللجنة ولا في الشركة، كله خشينا. نعم واقع. أقول معالي الرئيس نص دقيقة أرجوك. أنا أقول الظروف التي مرت بها البلاد، يقول الوزير فرضت علينا أمور، الوزير تو قايل قدامكم، أنا كتبت الكلام، فرضت علينا أمور، أنتم اللي ساهمتوا في تعقيد الأمور لأن ما كنتم بواجبكم. ثم قال الوزير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قاموا بإفشال الإضراب، هذا غير صحيح، غير صحيح، اتق الله يا سعادة الوزير. الوزير قال التصريحات كانت وافية من الشركة وهي مضللة، وقال أما بالنسبة لأحد مضربين للنيابة فالأمر غير الدراسة. ما تبع غير الدراسة عقبها الخراب ذي الحين غير الدراسة. مشكور يا شيخ. أنا أقول آخر شيء، بارك الله فيك. إنما قامت به الشركة من إجراءات متأخرة. سجل اسمك مرة ثانية. لا خلاص هاي الورقة، خميس رميحي، هذه الورقة طال عمرك. بس أنا أقول إنما قامت به الشركة من إجراءات متأخرة لا تصل ولا ترقى إلى حد المسؤولية المناطة، هي تدين الوزير والشركة. ويقول الوزير بأن هناك مخالفة دستورية، واستشهد بهيئة الإفتاء والتشريع، وهذه الفتوى لا ما تلزمنا. تفضل. هذه الفتوى من الإفتاء ما تلزمنا كمجلس، احنا ندين الوزير بكل أمانة وندين الشركة على هذا الإجرام في حق البحرين. وشكرا طال عمرك على سعة صدرك. الحين حسن الحمق بتضاعف الحين.